عاملين ايه يا رب تكونوا بخير؟ وحشتوني جدا جدا. انا ما قصرتش، بعتلكوا وسالتكوا هتعملوا ايه في العيد، قلتوا لي قاعدين في البيت مش هنروح في حته وهنقعد نتفرج عليكي على الكنبه. قلتوا ده صح برضو. انا النهارده هخرجكم وهاخدكم معايا في احتفالي بالعيد بتاعكم، فقلت ما ينفعش اسيب متابعيني كده، فيلا بينا عشان اللي مستنينا كتير. عمالين نلف عشان نلاقي حته نقعد ناكل فيها. كنا جنب مكان بقى اقترحت عليهم ان هو بيبقى هادي جدا في الوقت ده وهيتبسطوا جدا، وطبعا مش ورايا. دخلنا بقى المكان وبدانا بقى نظبط القعده، وهنا كنت بنادي عليهم عشان حد يساعدني، وطبعا زي ما انتم شايفين جم فعلا. وكنت منبهه على ايه لانها جايه من القاهره، زي ما هتاكل لحمه في اليوم ده تجيب لي معاها لحمه من القاهره من مطعم انا بحبه، وفعلا هي ما قصرتش بصراحه. جابوا لي الاكل على البيت، سخنته كانه لسه طالع حالا. وتعالوا بقى نشوف احنا جبنا ايه. اول حاجه بدانا بيها ضلوع كده مع رز، وجبنا حمامه واحده. يا جماعه لان هم ما لهمش في الحمام الا ايفا بس بصراحه، فاتخانقنا عليها يعني. وجبنا طاجن العكاوي، ده كان سخن جدا، ولكن على مين مفيش الكلام ده، هو احلى حاجه انه يبقى سخن. انا احلى حد ممكن تعملوا معاه بيكنيك يا جماعه، لان انا بهتم بكل التفاصيل زي ما انتم شايفين. وزي ما انتوا اقترحتوا عليا ان انا اجرب اللي بالبط، كنت موصيه عليه قلت لهم مش هدخلكم لو ما جبتوهوش. معلش ده ممكن بس افتتحه انا، معلش. حلو تمام، بس اللي باللحمه عجبني اكتر. طب يا جماعه انا اللي اجيب؟ طب ابدا، يقولوا ده عيد لحمه واحنا اللي عازمين، بس انا قلت لازم اروق عليهم برضو، يعني ما ينفعش صيف يعني بطيخ زي ما انتوا عارفين، بس باذن الله دي احلى من اللي انتوا شفتوها. طبعا قلت لهم ما حدش يلمس الاكل لحد ما انا هدوق وهديكوا. زي ما انتوا شايفين انا فير جدا، فيعني مش هظلمكم اكيد. دخلت على الفيلوت قلت لهم هدوق وهديكوا، بنصور فمش هينفع لحظه واحده. بدانا في الضلوع قلت لهم ثواني هدوق وهديكوا. مش عارفه يا جماعه كانوا مستعجلين على ايه وجعانين قوي، يكونش عيد لحمه ده. انا عايزه اعمل بس زي ما بيعملوا الفود بلوجر. ادوني فرصه بس اعلمكم تاكلوا ازاي، فرصه بس. هناخد كده بس من طاجن العكاوي شويه بصل، ننزل عليها بحته من الضلع مع شويه رز. لا فين الكاميرا، ما ينفعش كده، اقفلي. مش فاهمه في ايه بصراحه. انا قاعده باكل بس بقول لهم 5 دقايق بس عشان اروق على حبايبي اللي قاعدين على الكنبه بس ويحضروا معانا اليوم ده. بس نظراتهم يعني كانت غريبه جدا، مش فاهمه سببها. هو في ايه يا جدعان؟ معلش يا جماعه قاعدين بس دلوقتي مش عارفين، وآية بتسال على شوكه، فقلت لها لا انا هتصرف لك من غير شوكه. عملت لها كده بقول لها افتحي بقك، مزقورها في بقك مش راضيه، قلت لها عنك. كلنا الحمد لله بقى وخلصنا. قلت لهم محدش يجيب لي سيره الاكل عشان خلاص مش قادره، انا اكلت وشبعت جدا. ايه ده؟ ايه لحظه، بطيخ؟ لا انا نقطه ضعف البطيخ يا جماعه. مش هكدب عليكم، انا سمعتي في البطيخ مش قد كده، ولكن مش عايزه اقول لكم دي كانت شهد. الحمد لله ربنا نصرني، حاسس بيا وبموقفي وبضيوفي، ومش عايزه احكي لكم كانت تحفه. العيد فرحه معروفه زي ما انتم عارفين، والعيد يعني اجازه، والاجازه يعني اكل. اشطوطه، انا نقطه ضعف الاشطوطه، ما بحبش الصوصات، انا اديني في المكسرات. طبعا اكيد فتحت نفسكم دلوقتي، تعالوا تعالوا قوموا تعالوا معانا. بيقولوا لي طب انت جايه تاكلي متابعينك ولا معانا؟ قلت لهم لا طبعا معاكم يا جماعه، بس انا لازم اخرجكم برضو مسؤوليتي دلوقتي، وزي ما انتم شايفين محدش فيهم راضي يخرج. خلصنا بقى وبسطنا وقلت لهم يلا بينا بقى يا دوب نروح، خلاص حرينا والدنيا ايه. قالوا لي نروح ايه ده، احنا لسه هنبدا الخروجه هوبا يلا على السينما. مش عايزه اقول لكم، ولاني طبعا الليدر بتاعه الفريق زي ما انتم شايفين لازم انا امشيهم. قلت لهم غمضوا عينيكم مش ورايا، انا اللي هختار كل حاجه. نبهت عليهم على الحاجات اللي تتعمل وما تتعملش عشان اللي مش هيسمع كلامي هيروح، وكانوا بيسمعوني بمنتهى الحب والشغف، وانا كنت مبسوطه معاهم جدا على فكره. وطبعا زي ما انتم شايفين اخترت الفيلم، وكان يشد لدرجه ان انا يعني مش هتكلم. احكوا لي بقى انتوا عملتوا ايه زي ما انا خدتكم معايا في العيد.